اليوم رح حضر دولتشي كيك من أطيب الكيكات الباردة. رح حضرها بطريقة سهلة مناسبة لبعد الفطور. خلونا نشوف سوا كيف رح حضرها. أول شي للكراميل رح أضيف 3/4 كوب سكر وشغل النار. أول ما أشوف لون الكراميل على الأطراف بحرك، بدنا إياه باللون الأشقر الفاتح. وبس يدوب عنا السكر منضيف كوب حليب مع ظرف دريم ويب، أو كوب حليب مع ملعقة نشا صغيرة، أو كوب كريمة. وهون بحرك كتير منيح لحتى يدوب السكر، وبضيف ملعقة صغيرة من القشطة. طبعا هي اختيارية، فيكن تستغنوا عنها. وهيك صار عندي جاهز الكراميل. وهلأ للطبقة البيضاء 180 جرام من الجبنة الكريمية، و160 جرام من القشطة اللي هي علبة صغيرة، ملعقتين كبار من الحليب المكثف المحلى، فينا نستبدلهم بالسكر البودرة، ظرف دريم ويب، نص كوب من الحليب البارد. وهلأ بخفقهم لحتى تصير الخليط عندي سميك. وهلأ بجيب البايركس، بضيف شوي من الطبقة البيضاء، وبعدين بصف أي نوع شوكولا موجود عندكم. كيك شوكولا جاهز انتو سويتوه، هيدا انا سويته، رح اترك لكم المقادير تبعه بصندوق الوصف. وهلا بسقيه بالقهوه اللي هي عباره عن ملعقه نسكافيه ومي، ومنضيف الكراميل، منكتر منها لانه بتعطيها طعم كتير طيبه. وهلا رح اضيف طبقه تانية من كيك الشوكولا وسقيه بالقهوه. واخر شي بضيف الطبقه البيضاء، بوزعها منيح، بدخلها على البراد 4 ساعات اقل شي. وهلا زينتها بالكاكاو الخام، وهيك شكلها من جوا بشهي، وكل ما بردت طعمتها أطيب وأطيب. رمضان كريم، بتمنى تنال إعجابكم.